السلام عليكم. بحب الناس الصريحة والواضحة مع نفسها. قضيت دي يعني انت خلاص مش قادر، بس يا رب ما تكونش لسه في سنة أولى ولا في تانية، يبقى بدري قضت بدري أوي يعني. بص، هو مفيش تخصص عموما مفيش فيه مذاكرة خالص، يعني كل تخصص لازم أتذاكر فيه، بس في تخصصات يعني أسهل شوية من تخصصات تانية. أسهل من ناحية إيه؟ من ناحية التحضير ومن ناحية المذاكرة ومن ناحية الأبديتس ومن ناحية الريسيرش وهكذا. طبعا مش هقول اسامي تخصصات عشان محدش يكون مثلا متخصص التخصص ده يدخل يقول لا احنا عندنا مذاكره كتير. بس انت عارف المشكله في ايه؟ انه احنا اللي بيخلينا نزهق من اي حاجه ان احنا مستنينها تخلص. بمعنى ايه؟ احنا بنذاكر عشان مستنيين الامتحانات تيجي فخلاص، فيبقى خلاص السنه خلصت وهكذا. للاسف القاعده دي لا تنطبق على كليه الطب وعلى المجال الطبي خالص. يعني في تخصصات ما فيهاش مذاكره كتير بس برضه هتذاكر. خليني اقول لك بس يعني حل لمشكله الجدضان اللي انت بتقول عليها دي. خليني اقول لك ان المشكله مش في المذاكره ذاتها، المشكله عندنا احنا ان احنا بنبقى بنفكر بمبدا ايه؟ انا عايز اخلص، عايز ارتاح. فانت طول ما انت بتتعامل مع المذاكره كده وانت في المجال الطبي عمرك ما ترتاح. عشان تتبسط من المذاكره لازم تغير طريقه مذاكرتك. ما تبقاش بتذاكر ان انت بتحفظ وخلاص وما انتش فاهم اللي بتقراه. ما تبقاش بتذاكر وانت حاطط الموبايل جنبك. ما تبقاش بتذاكر وانت تروح تقعد مع اصحابك وكل واحد عمال يهزر ويضحك. ما تبقاش بتذاكر وانت مش عايز تذاكر. اول ما الكونسبت بتاع ان انت بتذاكر عشان الامتحان او بتذاكر عشان باري عليك ده يروح من دماغك وتبقى بتذاكر عشان انا لازم اذاكر، بمعنى ان المذاكره دي تبقى جزء من يومك. زي ما انت يومك عايز يبقى فيه مسلسلات، كوره، تكلم اصحابك، تخرج، لازم تبقى عامل حسابك ان في يومك فيه مذاكره. المذاكره دي بقى قد ايه؟ ازاي مش مهم؟ حتى لو نص ساعه في اليوم هتلاقي نفسك مع الوقت اتعودت، بقى ده جزء اساسي في يومك. وبقى مش تقيل على قلبك زي ما هو دلوقتي تقيل على قلبك لدرجه ان انت جدد. فده الحل. لكن غير كده للاسف المجال بتاعنا مفيش فيه حاجه كده اللي هو ايه، تتعلم صنعه وتنزل تعمل حاجه كل يوم خلاص كده انت بقيت شاطر فيها. الكلام ده مش موجود. حتى التخصصات اللي فيها هاند سكيلز يعني سواء الجراحه او الحاجات اللي زي دي برضه محتاجه قرايه، لان كل يوم بيطلع عمليه جديده، تقنيه جديده، مناظير وخلافه. فلا، لازم تشوف حل الجددان ده. غير جو، مارس حاجه بتحبها. لو انت بتحب الرياضه، بتحب الجيم، بتحب اي حاجه، وخليها اساسي في حياتك. يعني ما تعيش بمبدا ان انا هعمل الحاجه اللي انا عايزها لما اخلص مذاكره او لما اخلص امتحانات. لا، حط في دماغك ان هي حياه واحده، فلازم تكون بتعمل حاجه بتحبها، لازم تكون عايش حياتك بشكل طبيعي جدا مع وجود المذاكره عادي في حياتك، عشان الطريق طويل والطريق ما بيخلصش. لانه اصلا هو المتعه في الطريق، المتعه في المذاكره، المتعه في ان انت كل الحاجات اللي بتعملها دي والتعب ده والمجهود ده والفلوس دي والمصاريف دي كلها، ان انت تكون بتحتسب كل مجهودك ده لله. يعني بتقول ان انا يا رب كل تعبي ده في سبيلك، فتبقى بتذاكر وان شاء الله بعد كده هتشتغل وتاخد فلوس، وفي نفس الوقت ربنا بيكتب لك ده من اجرك. يعني مفيش حاجه من غير سبب، وربنا ما بيحطش حد في مكان غير لو هو قادر يبقى قادر. بس بشويه مجهود، بشويه يعني يكون ذكي ان هو ما يعملش حاجه مره وما تنفعش معاه فيعملها تاني، فما تنفعش معاه فيعملها تالت فما تنفعش معاه وهكذا. لا، حاجه جربتها مره واتنين ما نفعتش معايا اغير طريقتي، المكان اللي بذاكر فيه، الطريقه اللي بذاكر بيها، الناس اللي بسمع لها شرح، الكورسات اللي باخدها، كل الحاجات دي مهمه قوي. مش لازم الحاجه اللي بتنفع مع حد غيرك تنفع معاك. جرب واشتغل على نفسك، ودي حياتك. مش لازم تبقى كويس 100% النهارده ولا بكره ولا بعد اسبوع ولا بعد شهر ولا بعد سنه. المهم ان انت كل يوم تكون احسن من اليوم ايه اللي قبله. السلام عليكم. استني منك بقى يعني كومنت بعد كده او رساله تقول ان انت خلاص مش جاد.